اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا ركن تكتيك من تقديم جابر نعمون. ربما عديد الحالات لم نشاهدها نحن، ربما انت تابعتها، لخصتها في بعض اللقطات التي سنشاهدها سويا مع المشاهدين. اكيد اخي عماد، نبداو ببعض الحالات. شوف لي الحاله الاولى. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى حبسها لي هنا، حبيت نبين فقط المنتخب الكرواتي كيف كان يبني اللعب. كان يبني دائما بثلاث لاعبين، وراح تقول لي هذا مودريتش. نو، ماشي مودريتش، هذو ثلاث لاعبين لعبوا ثلاثة في محور الدفاع، كانوا يبنيوا اللعب بثلاث لاعبين في اغلب الحالات. راح تبوزي لي لا كيستيون انا على واه درت السبوت على هذا ذاك اللاعب، لانه من بعد المنتخب الكرواتي لما يعود يدافع راح يولي يدافع باربع لاعبين، لانه دائما اغلب الاحيان لما يلعبوا لاعبين، لما يلعب فريق 3-5-2 او 3-4-3، دائما ما يخطر في بال الانسان انه في الحاله الدفاعيه يوليوا بخمسه، نعودوا نقولوا 5-3-2. نو، المنتخب الكرواتي يعود بربعه. شوف لارير دروا هو الذي يعود دائما في الصعود، ما يصعدش كثير. لارير غوش هنا او الظاهر الايسر ما نشوفوا فيه، لانه يتحول دائما الى مهاجم. شوف لارير دروا، تذكر الاخ عماد لارير دروا تاع الظاهر الايمن تاع المنتخب الكرواتي. تفضل الصوره اللي الفيديو اللي وراه. الفيديو اللي راه حبيت نبين فقط أن المنتخب المغربي لم يغير من طريقة لعبه مقارنة مع المنتخب المباريات الأخرى. كان يلعب بطريقة في المحالة الدفاعية 4-1 بشكل عادي. تفضل الفيديو الآخر. هنا حبيت الحالة هذه. شوف المنتخب المغربي، المنتخب الكرواتي دائما ما ضغط عالي جبر. نو، ماشي ضغط عالي، ماشي ضغط عالي، بريسينغ او كانوا على فترات. انا حبيت درت سبوت على اللاعب هذا باه نبين فقط انه يوبليجيهم انهم يروحوا على جهه من الجهات، سواء من الجهه اليمنى والجهه اليسرى. راح تقول لي اللاعب هذا علاه ما ضغطش عماد من الجهه هذه؟ في رايك علاه ما ضغطش من الجهه هذه؟ لو يضغط من الجهه هذه راح يترك مساحه من الجهه الاخرى. هو دائما يجيه يغطي زاويه التمرير مع هذا اللاعب حتى يحتم هذا اللاعب، حتى يحتم عليه تمرير الكره على الرواق، لانه لما يجيو على الرواق تسهل عليهم المهمه او ارجاعها لحارس المرمى للعب كره طويله. تفضل الفيديو الاخر. حالة أخرى إبراهيم. شوف معايا لما راحت الكره الجهه، شوف كيف يضغط، دائما يغلق زاويه التمرير لهذا اللاعب حتى يحتم عليه المرور على الرواق. لماذا على المرور الرواق؟ لانه تسهل عمليه استرجاع الكره على الرواق، لانه هناك خط تماس. ربما هناك تطبيق حرفي لتعليمات المدرب. بيسير. تفضل فيديو اخر. شوف كيف يغلق الزاويه تاع التمرير لهذا اللاعب، يحتم عليه سواء ينزع الكره في هذه المنطقه او ارجاعها لحارس المرمى حتى يعمل كره طويله يسترجعها. دائما اغلب الكره الطويله استرجعها المنتخب الكرواتي. روح الفيديو اخر. شوف هنايا كانوا دائما يغلقوا زاويه التمرير على الحلقه المهمه في المنتخب المغربي، هو اللاعب مرابط. كانوا يغلقوا عليه. لما يغلقوا على اللاعب مرابط كان اللاعب اللي يلعب معه في وسط الميدان صابيري يجي الى هذه المنطقه. لماذا ياتي لهذه المنطقه؟ سواء لاستلام الكره، وان لم يستلمها لانه مودريتش دائما كان يعمل عليه الضغط، ان لم يستلمها يحتم عليه الكرات العاليه. تفضل دوك تشوف مودريتش كان يقوم بعمل كبير على مستوى وسط الميدان، رشحه البعض لجائزه افضل متوسط ميدان في المونديال. بيسير. شوف هنا حبيت نبين فقط المنتخب الكرواتي. لما قلت لك اتفكر لارير دروا تاع قبيل. شوف لما يعودوا في الحاله الدفاعيه، هذو 4 تاع وسط الميدان وهذو 2 تاع الهجوم، كاين 4 في وسط الدفاع، لانه الصوره ماهيش كامله. هذا المدافع الايسر؟ نو، المدافع الايمن دائما في الخلف، هذا وسط الميدان تاعهم. يعني في الحاله الدفاعيه حبس ارجعها تشوف اكزاكتومون. هنا ارجعها تشوف رجعها هشام. شوف في الحاله الدفاعيه 4 وسط ميدان 4 دفاع. لارير دروا اللي ودرت لك عليه سبوت في قلت لك تفكروا هو اللي يولي يدافع. لارير غوش هو اللي يولي وسط الميدان، واثنين دائما يغلقوا زاويه التمرير على مرابط وزاويه التمرير للمدافع. تفضل الفيديو الاخر. اكزاكتومون. خليه تمشي. حاب السيد تشوف هنا عاود ارجعها لي مودريتش. رجع اللقطه هي. علاه درت انا سبوت على مودريتش حلقه مهمه في المنتخب الكرواتي. شوف كيفاه
حكم الكره في هذه المنطقه. ما هو الهدف من هذه من استلامه الكره في هذه المنطقه؟ سحب منتخب كامل. ماشي هتشوف، ماشي تشوف الكره طري بيان. خلق المثلث هنايا. ما هو الهدف؟ 5 لاعبين للمنتخب المغربي اكثر. المثلثات ما هو الهدف من المثلثات؟ انك تعطي حلول لزميلك. لما تكون هنايا الكره، لما تخلق مثلث دائما عندك حلين. شوف مودريتش واش دار، 1 2 3 4 5 6 7 7 لاعبين من جهه واحده. ما هو الهدف من سحب 7 لاعبين من جهه واحده؟ شوف اللاعب باش نروحوا في الجهه باه يهاجموهم من الجهه المقابله. رجع تشوف الصوره، شوف ماذا حدث. شوف مودريتش الانتيليجونس تاعو، اوب يمد الكره لهيه مباشره باش تمشي للامام، مباشره الكره للامام. هنا تقول لي هذا علاه عملت له سبوت. هنا يخلق لكن حسب رايي يا جابر هناك تمركز جيد لعناصر المنتخب المغربي لحد الان. نو انت تقول تمركز جيد لانه هناك انا اعطيتك، احنا عندنا وقت 10 دقائق ولا 15 دقيقه في ركن تكتيك، لكن المباراه فيها 90 دقيقه. هذه الحاله تكررت اكثر من 10 مرات. هم يبحثوا على منطقه عدم التوازن، لانه لانه هذه المنطقه عدم يسحبوك باش يخلوا الجهه اللي ملها فارغه، وكاين واحد اللي يطلب الكره في الجهه المقابله. هما دائما يلعبوا في جهه باش يخرجوا في الجهه المقابله. واللي تسجيل هدف، كيف تسجل هدف؟ لازم تخلق حاله عدم توازن في دفاعات الخصم. نجيبك على جهه ونجيك من الجهه الاخرى. هذا المدافع هذا هو اللي كان السر تاع المنتخب الكرواتي، كان دائما ما يجي في ظهر زياش ويخلق تفوق عددي جهه المهاجم الايسر. تفضل الفيديو الاخر. راك تشوف مباشره 2 ضد 1. طري بيان. هنا كتبت انا واحد لو مو ربما يبان جديد على الجمهور، اسمه لا كونتر بريسيون او بيان البريسينغ، الضغط المضاد. هنا لا كونتر بريسيون واش معناها؟ المنتخب المغربي على قلت لك الفرق تلعب حسب خصائصها. راح يتساءل الجميع كيف تقدر يونكيسي 2 بوت من قبل 8 مباريات لم يتلقى اي هدف. على قلت لك 8 مباريات، حسبت لك المباريات الوديه ولم يتلقى اي هدف، لانه ضد المنتخب الكندي الهدف سجل ضد نفسه، سجلوا اللاعب اجرد. هنا بدل الطريقه. المنتخب المغربي الا كان ذكرت لما جلست معك حصه كنت نقول لك دائما السهم دائما يدير لك هكذا، منين يودروا الكره يروحوا ايسي بلاس في المكان تاعهم. شوف اليوم كيفاه طريقه التوجيه تاع الجسم تاعو مع يفقدوا الكره يديروا الضغط المضاد، يحاولوا يسترجعوا هذه الكره في هذه المنطقه. لكن لازم تكون لا كونتر بريسيون فيها خدمه كبيره. دائما ما يخطئوا ويخليوا لاعبين وحدهم. تفضل الفيديو الاخر. هنا شوف ركز معايا، انا نحب من الجمهور الرياضي يركز معايا في اللقطه هذه، لانه كره القدم راهي اصبحت بيش قال قبيل راهي 1 زائد 1 تساوي 2. شوف هنا شكون اللي دخل هنا في المنطقه؟ مودريتش. هما يبنيوا اللعب ب3 لاعبين، 1 2 3. مودريتش دخل هنايا، اصبحوا يبنيوا اللعب في 3. المدافع المحوري الثالث وين راح؟ راح للمنطقه هذه. لماذا؟ هذه يعطوا لها المرونه التكتيكيه. دخل مودريتش راح ديريكت هنايا. ما هو الهدف من الوجود تاعو في هذه المنطقه؟ كاين لاعب في هذه المنطقه، سحب اللاعب هنايا، ترك منطقه راح يوتيليزيها هذا في وقت من بعد، لانه هذا راح يفرغ. تفكر المنطقه هذه. كمل شوف لا فيديو، كمل لا فيديو. شوف مودريتش روح الفيديو الاخر. شوف معايا اكزاكتومون واش قلت لك. المنطقه هذيك اللي درتها قبيل او دخل الى هنا، خلى منطقه فارغه. شكون اللي يوتيليزاها؟ شوف كره القدم كيف تطورت. هذا ماهوش مدافع ايسر وماهوش اكسونتري غوش، هذا مدافع محوري. مدافع محوري كان مع 3 لاعبين اللي كانوا في المحور، لانه مودريتش دخل في هذه المنطقه. تفضل الفيديو. زيد خليها تمشي. هنا واش حبيت نقول؟ الجميع كان يتساءل ما هو سبب تبادل المناصب بين اللاعب زياش وبوفال. ما رماركيتش الاخ عماد اليوم باللي زياش وبوفال تبادلوا المراكز في لحظات من هنا الهدف من دخول زياش الى هذه المنطقه. زياش سي باز ان جوار اللي يروح يراوغ لك بالجهه بالرجل اليسرى ويدير تمريرات. الهدف انه يترك المساحه هذه
للاعب المدافع الايسر. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني اللاعب زياش يتميز بكرات طويله، اون بريسيزيون، اون ترانسفيرسال تري فورت. كان دائما شوف اللاعب بوفال منين يدخل هنايا اللاعب زياش دائما كره طويله الى بوفال. تفضل شوف الفيديو كيف يتم. راك تشوف الاخ عماد، هذه هي كانت هذا هو الهدف من دخول زياش الى هذه المنطقه وتبادل المراكز. روح زيد شوف الفيديو الاخر. زياش الضعيف دفاعيا يا جابر. قالوا عليه ده. شوف هنايا، شوف اللاعب هذا، حبيت نبين. تفكر اللاعب هذا، تفكروا اللاعب هذا، راك تشوف اللاعب هذا. كمل شوف لا فيديو. اوب خرج. لما خرج واش عملوا؟ هذا يعيطوا له الدفاع الهرمي. الدفاع الهرمي خرج، جاو في مكانه. واش يقولوا لها؟ واش قلنا في الطريفات؟ بيستوناج، سيستيم دو بيستون. راح نولي لك في ظهرك. كمل شوف الفيديو الاخر. كمل شوف الفيديو الاخر باه الجمهور برك يفهم شيء باللي ماهيش هكذاك فقط. اوب شكون اللي خرج هنايا؟ خرج غطاو له ظهره، الدفاع الهرمي. كمل شوف لا فيديو. كمل شوف لا فيديو. مرابط دائما وراء، دائما وراهم دائما. كمل لي تشوف لا فيديو. لاحظت انه مرابط كمل الفيديو هذا الاخر. اللاعب اين شوف ذهب؟ معايا، شوف معاه، شوف المرابط. كمل شوف لا فيديو واش صرا. شوف تفكر اللاعبين هذو وين كانوا. راك تشوف كيف الدفاع الهرمي منين يخرج دائما يغطيه لاعبين. روح كمل الفيديو كمل الفيديو الاخر. هنا واش حبيت نبين انا؟ لما خرج اللاعب هذا غطى له ظهره اللاعبين هذا، واش سمينا احنا؟ الدفاع الهرمي. الهرم. في نفس الوقت كاين مزيج وبيان هاجين بين الدفاع الهرمي والدفاع القطري. شوف الدفاع القطري كيفاه، هذا غطى له ظهره، هذا غطى له ظهره، هذا غطى له ظهره، هذا غطى له. دفاع قطري وهرمي. اذا طريقه دفاع المنتخب المغربي ماهيش هكذاك فقط، لانه تغلط تخلص. ما هو الهدف من الدفاع القطري والدفاع الهرمي؟ هو فارن بريسينغ على اللاعب وعزل اللاعب اللي راح يطلب الكره في ظهرك، اي غلق زاويه التمرير. تفضل تفضل الفيديو الاخر. هنا هذا الفيديو حبيت نبين به شيء. اوكي، هنا الضغط الموجه كانوا دائما لما تكون تماس للمنتخب المغربي، المنتخب الكرواتي كما قلت قبيل يوبليجيهم انهم يروحوا على الجهه باه ينزعوا الكره بالاعتماد على خط التماس الذي يعتبر خصم. شوف واحد ضد واحد، واحد ضد واحد، واحد ضد واحد، الكل معه واحد. علاه درت لك انا دائره على اللاعب مودريتش؟ لماذا عملت دائره على اللاعب مودريتش؟ حتى يخلق تفوق عددي عند اللاعب الذي سيستلم الكره، لانه واحد ضد واحد. لما شوف مودريتش كفاه فارغ. كمل شوف لا فيديو. من يسترجعها الاخ عماد؟ مودريتش. مودريتش. تفضل الفيديو الاخر. قولك دقيقتين يا جابر. كملوهم. هنا هذا اللاعب اللي مقبل واش قلت لك يوبليجيهم انه يلعبوا على الجهه. واش راهو يدير اللاعب هذا؟ ارجعها تشوف، غلق زاويه التمرير. سوا تجي من هنا ننزعها لك التماس، او ترجعها لحارس المرمى يلعب كره طويله. تفضل الفيديو الاخر. بقات 2 دقائق ويزرب فينا. شوف معايا، شوف معايا. اوب غلق زاويه التمرير، غلق زاويه التمرير باه يوبليجيه يجي الجهه هذه. شوف الفيديو واش راه صرا وراها. شوف الفيديو، كملها تشوف، كملها، خلي الفيديو يمشي. شوف معايا، شوف معايا واش صرا. خلي يمشي، خلي الفيديو يمشي. شوف الاخ عماد واش صرا. اوبليجاهم انهم يجيو هنا، اوبليجاه هذاك. زيد خليها تمشي، خليها تمشي. لا خلي الفيديو هذا تمشي. انتهت الفيديو جابر. معليش. اوكي، هنا اللاعب هذا، شوف اللاعب كوفاسيتش واش كان يجي؟ كان يجي يسحب معاه لاعبين. هنا دائما كنا نشوفوا اللاعب مودريتش اللي يجي يدير الكره. لما يجي كوفاسيتش، شوف اللاعب مودريتش وين يطلب الكره، يحاول انه هذا يسحب له اللاعبين وهو يطلب الكره في ظهر هذا الخط حتى ينتظر تمريرات يكسر بها الخطوط. لو استلم مودريتش الكره شحال من لاعب يميني؟ 1 2 3 4 5. تفضل الفيديو الاخر. مازال دقيقه. 30 ثانيه يا جابر، ليست دقيقه.
فريد معطاوي في الانتظار. شوف هنايا الطريقه اللي قلت لك يوبليجيهم انهم يلعبوا على الجهه اليمنى ولا على الجهه اليسرى. شوف وين يتمركز هذا اللاعب، دائما يغلق تقريباً. الزاويه. تفضل الفيديو الاخر. شوف اللاعب مودريتش كيفاه يدير. اللاعب هذا يجي اللاعب كوفاسيتش، دائما مودريتش يسحب معاه اللاعب ودائما يدوموندي الكره هذه، نعيطوا لها لا مركزيه لاعبين. مش شرط مودريتش اللي يكون في المنطقه هذه، ومش شرط كوفاسيتش، ومش شرط ماير. كل اللاعبين يتبادلون المناصب من اجل ايصال الكره الى الهجوم، وهذاك هو الهدف تاعهم. شوف من بعد يفا يوتيليزي المنطقه هذيك. تفضل الفيديو الاخر. درت لي الضغط. انتهى الوقت يا جابر. كملوهم لا غالب غزال ولا لي بيوت. شوف اللاعب دائما يغلق الزاويه تاع التمرير ويوبليجيه انه يجي على الجهه اليمنى. نفس ماهيش هكذاك برك، هذه سي نصائح او اوامر تاع المدرب انه دائما يغلق الزاويه وتوبليجيه انه يجي على الجهه اليمنى او على الجهه اليسرى باه تنحي له الكره. المنتخب الكرواتي اغلب كراته للمنتخب المغربي استرجعها على الكولوار سواء دروات ولا غوش. تفضل الفيديو الاخر. اكزاكتومون. تفضل الفيديو الاخر. اخر حاله يا جابر. روح قولوا يدينا الاهداف ديالك مباشره. خلينا ارجع الحاله هذه. هذه الحاله حبيت نبينها فقط. المنتخب الكرواتي لما قلت لك انه يدافع باربعه، دائما ما يدافع الاربعه. لارير دروا دائما يولي، لارير غوش شوفوا وين راه، وحنا الظهير الايسر شوفوا وين راه، دائما باربع لاعبين. تفضل الفيديو الاخر. اعطينا الاهداف. راح نديروا الاهداف مباشره. علاه درت لك انا هذه الصوره، درت لك سبوت على اللاعب هذا واللاعب هذا. الهدف وين سجل؟ حنا دائما نشوفوا باللي شوف اللاعبين تاع المنتخب المغربي 1 2 3 4 5 6 لاعبين، طريقه النظر تاعهم وزاويه النظر تاعهم هنايا. ولا واحد عرف باللي وراه 3 لاعبين، ولا واحد عرف. هل تعلم شكون اللي سجل الهدف؟ ها هو اللاعب اللي سجل الهدف. روح شوف الفيديو اللي كملها. مازالوا 2 لاعبين بدون رقابه. زيد الفيديو. النظر لم يتغير جابر. مباشره سجل الهدف من هذا اللاعب اللي كان دائما كان وحده. اللاعب اللي كنت حطيت عليه سبوت هو اللي سجل الهدف. هدف رائع. هدف رائع. روح شوف الهدف. اعطينا الهدف الثاني. الهدف الثاني خليها كيما هكذا بعد. روح شوف مد كملها، خليها تكمل. شوف الناس اللي يشوفوا الهدف دائما يشوفوا الذي سجل الهدف، جماليه الهدف، لكن ينسوا من عمل. انا اشوف الفضل، اللاعب اللي عنده فضل في تسجيل الهدف هو اللاعب هذا اللي درت عليه سبوت. لماذا؟ شوف هنا كيفاه متمركز دفاع المنتخب. كان عندهم مشكله على مستوى الجهه اليمنى. اكزاكتومون. شوف هنايا كيفاه داروا اللي متمركزه. شوف المساحه هذه، مساحه علاه اللاعب هذا كان في متموقع في هذه المنطقه باه يسحب اللاعب المنتخب المغربي ويترك المساحه، لانه كون جا اللاعب الكرواتي في هذه المنطقه ما تقدرش تتم هذه الحل الوحيد سحبوا لانهم دروسها في التدريبات. شوف كمل اللي كيسحبوا واش صرا. سحبوا كمل الكره، ضربها في العمق، حبسها لي هنايا. هذا اللاعب واش عمل؟ دا معاه لاعب، وهذا دا معاه لاعب، وهذا دا مع لاعب، 3. لماذا الهدف من سحب اللاعبين لترك هذه المساحه؟ هل تعلم اخي عماد المساحه هذه واش صرا فيها؟ سجلها من خلالها الهدف. سحبوا 3. شوف شحال لاعب راح المنتخب المغربي، 1 2 3 4 5. 3 لاعبين سحبوا 5، وهذا سحب في بدايه اللقطه، سحب واحد من هي. راح كمل الكره، شوفوا واش حدث. كملها. المنطقه اللي رسمتها لك قبل سجل من طرفها كانت من خلالها الهدف. هذه تقريبا اغلب الحالات، لانه لما نذكر انا حاله هنايا راني نذكر حاله ماشي هذيك الحاله نقصد بها، لانه تكررت 10 مرات ولا 11 مره تصبح حاله تكتيكيه. شكرا جزيلا لك جابر نعمان على كل هذه التوضيحات.